ان شاء الله الكامل تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. رجعت لكم ورجعنا بحلقه جديده وعدد جديد من لمه رمضان مع نسرين فاميلي. كما كنت سبق وهدرت لكم في الفيديو اللي فات انه هذا العدد ولا هذه السلسله راهي رايحه تكون كل يوم نحاولوا انه نوجدوا فطور رمضان عربي، يعني راح ندوا الفطور من حسب بلد عربي معين، هكذا نتعرفوا على عادات وتقاليد كل بلد من البلدان العربيه، ونعرفوا الناس اللي ما يعرفوش الاشياء اللي ما على بالهمش. وكما قلت لكم راح نحاول انه في كل عدد وفي كل حلقه انه يكون معايا ضيف، وهذا الضيوف راح نحاول ان يكونوا من هذا البلد اللي رايح يكون كما اليوم وكما شفتوا في العنوان. وما على باليش اسكو حزرتوا من الفيديو الاول ولا لا واش من بعد اللي رايح يكون. واليوم كما قلت لكم رانا رايحين نسافروا، رانا رايحين نروحوا الى العراق الحبيبه. اذا من الاطباق بحثت وقلبت، كاين اطباق بزاف ومتنوعه بزاف، يعني باش تشوفوا انه الثقافات متغيره وثقافات يعني عندنا اشياء ما شاء الله. يعني شوفوا وديجا حرت اني واش راح نحضر لكم، واش راح نوجد لكم، وواش من الوصفه اللي راح نشاركها معكم. اذا واش حبيت اليوم اني نشارك معكم المقلوبه العراقيه. وصفة سهلة بسيطة تشهي عرضة رمضان، هكا راح تقدروا انكم تستفادوا منها. وايضا كاينه اشاره تقدروا تحضروها بالدجاج او باللحم. اذا ما نطولش عليكم، نروحوا نبداو نوريكم واش نسحقوا في الوصفه تاعنا، وبعدها ناخذوا اتصال من عند يوتيوبرز عراقيه راح تشاركنا اجواء رمضان كيف عندهم في البلد وعاداتهم وتقاليدهم، هكا باش نتعرفوا على البلد. يلا ما نطولش عليكم ونبداو بالمقادير. اذا بالنسبه للمقادير راح نحتاج الى بطاطا مقطعه دي رونديل، راح نحتاج باذنجان، يعني هنا استعملت 2 حبات، راح نحتاج باذنجان حبه او 2 حبات على حسب عدد الافراد، وهنا نسحقوهم نقطعوهم هكا ونقوهم بهذه الطريقه. راح نحتاج بصل يعني مقطع ايضا هكا دي رونديل، ايضا راح نحتاج طماطم، فلفل حلو ولا كيما حنا نقولوا له طرشي، وايضا اكيد راح نحتاج للدجاج. هنا ديروا الدجاج على حساب افراد العائله. راح نحتاج الى رز، انا نقعته هكا في الماء، لازم تنقعوه مده نص ساعه 20 دقيقه، ديروه هكا في الماء باش يجيكم سهل للطبخ. واكيد راح نحتاج انا بصل هكا شويه باش كي نطيب به الدجاج، يعني باش نطبخ به الدجاج. واكيد راح نحتاج الى طماطم مصبره، ورق الغار او رند، والتوابل راح نحتاج الى فلفل اسود، كاري وكركم، ونحتاج ايضا الى الملح اكيد، والى شويه تاع سكر بعد تعرفوا عليه. واكيد راح نحتاج الى الزيت نباتي وزيت الزيتون. هكا يا ما نطولش عليكم ونبداو الوصفه، وناخذوا اتصال اول شيء وبعدين نبداو في الوصفه ونقول لكم الطريقه. اذا بعد ما شفنا المقادير تاعنا وقبل ما نبداو نحضروا، انا نلبس طابليه هكايا باش ما يشوفوش روحنا، وناخذوا اتصال باش ونبداو نحضروا مع بعضنا. الاتصال رايح يكون مع سمارة جميل من العراق، هي يوتيوبرز، وراح نخلي لكم القناه نتاعها في صندوق الوصف هكايا باش اللي راهم حابين يشوفوا واش دير كل حاجه. يلا نستناو سمارة تلتحق بنا، ما بين حنا رانا نوجدو. هاي مرحبا. اهلا سمارة. الو سمارة انت تسمعي؟ نسرين. الو اوكي بنات راح نبلش راح نبداو الطبخ حتى ما بين لحتى تلتحق بنا الضيفه تاعنا سمارة. اول شيء بنات نجيبوا
كسرونه ولا قدره، اي يعني طنجره مثل ما بيحكوا لها، وبنحط زيت، وفيكم انكم تقدروا انكم تحطوا زبده كمان. اوكي شوي زيت. اوكي راح نحط ورق غار، وراح نحط هذا البصل. يعني لما تقطعوا البصله تاعكم ديرون دير يبقى لكم هذاك شويه، قطعوه هكا غير صغير برك، وعلى باش نطيبوا فيه الدجاج. اوكي ثاني شيء راح نحط الدجاج نتاعنا. واكيد راح نحط الملح. اوكي راح نحط شوي كركم، وايضا راح نحط شوي كاري. واكيد فلفل اسود. وبس هيك راح احطه فوق النار يتقلى شوي، بعدين احط له ماء، نحط له ماء يعني يكون سخون، ونخليه يطبخ يعني حتى يطيب الدجاج تاعنا. انا نروح نحطه فوق النار ونعاود نحاولوا انه نتصلوا مع سمارة، وراح نحاولوا انه ايضا نشوفوا الخطوة الثانية. يلا اوكي، وسمارة التحقت فينا هلا. سمارة فيكي تحكي. هلا شلونكم؟ والله الحمد لله، انتي كيفك؟ ان شاء الله تكوني بخير. تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب. اوكي سمارة، اليوم عم اعمل طبخ او فطور رمضان عراقي، فحبيت انه تكوني انت ضيفتي. فيكي انك تعرفي عن حالك هيك عشان يعرفك الجمهور؟ اوكي انا اسمي سمارة، عندي قناة على اليوتيوب من العراق. بعد شنو؟ قناتي اسمها سمارة جميل. بعد ايش هذا؟ اوكي شكرا. الشرح بسيط جميل. اوكي بتعرفي الطبخة اللي عم حضرها اليوم؟ عم حضر مقلوبة عراقية. اوكي ايه انا بدي هلا احكي لك انا شو عم حضر، وانت احكي لي اذا انا بالطريق الصح او لا. اوكي هلا حطيت الدجاج عم يطبخ مع ورق غار وهيك. اوكي وحضرت بطاطا، باذنجان، بصل وطماط وفلفل حلو. اوكي ورز. والتوابل حضرت كركم، كاري، فلفل اسود وهالاشياء. صح او لا؟ اوكي انتو كيف بتحضروها؟ احنا ما اتوقع نحط كاري بيها. اوكي لان هي حمرا. ايه دبس طماطم، حطيت معجون طماطم. ايه في معجون طماطم، ورق غار، في راح احط. اوكي راح ننتقل للخطوة اللي بعدها سمارة. اوكي سمارة بدنا نسألك دقيقة بس. انا عم حضر هلا شو بدنا نعمل. بدنا نقلي البطاطا، كل الخضرة هاي بدنا نقليها يعني بزيت، شوية زيت ونقليها.
اوكي سمارة، احكي لي على اجواء رمضان بالعراق، كيف، شو هي التحضيرات اللي بيحضروها؟ عادي الكل يشتري زينة رمضان. شو؟ الكل ويحطون أضوية ايه. سواء على البالكون، على البالكونات، يعني بالبيت كله ايه. أضوية وزينة رمضان وهالسوالف. إيه. ويبلشون يجهزون. ايه اوكي. هالسوالف يعني شو هي معروفة. الاطباق المعروفة في العراق؟ يعني اطباق بيحضروها كثير خصوصا برمضان، يعني اطباق هيك. طبعا برمضان العزايم وهاي الأطباق. الدولمة. دولمة. ايه. الدولمة العراقية، وياها أكيد الشوربات، سواء شوربة عدس أو أي شوربة. ايه. وعندك القوزي همينة. شو هي؟ القوزي شو هي القوزي؟ شو هي الأكلة؟ تكون إنه تمن ايه. فوقاتها لحم يجي. اوكي. ويعني اكو أشياء يسووها برمضان، أكلات. أي. اوكي سمارة، كمان شو بدي اسألك، شو هي اطيب او اجمل طبخة بتحبيها، اجمل اكلة بتحبيها؟ احكي لي. أطيب أكلة. ايه. باي أنا أموت على الدولمة. اوه. الدولمة يا ريت اني حضرت دولمة اليوم. الدولمة لو يوميا أكلها ما أشبع منها. يا ريت لو حضرت الدولمة اليوم كانت تنوري والله. حبيبي شكرا. بس يعني شنو اوكي، الدولمة. والمقلوبة ما بتحبيها؟ المقلوبة أحبها بلي بس مو قد الدولمة. اوكي تمام، شكرا كثير. شو سمارة؟ أكو تفاوت بالحب. ايه. اوكي. شو بدي احكي لك، شكرا كثير سمارة على الاتصال الحلو، شكرا. وعلى حضورك معي. اوكي، والله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله بنشوفك. اللي حابب يتابع سمارة يتابعها بقناتها اللي اسمها سمارة جميل، راح احط لكم رابط القناة بصندوق الوصف هيك عشان تشوفوا قناتها وتدعموها وكل شيء. اوكي، بدك تحكي كلمة؟ اوكي، رمضان كريم للجميع، وان شاء الله كل امنياتكم تتحقق ان شاء الله يا رب. وشكرا نسرين حبيبي. شكرا كثير حبيبتي، يلا مع السلامة، باي باي. باي باي. باي سمارة، يلا. اوكي بنات، كما حكيت لكم وكما شفتوا كنا نهضروا دانا الوقت مع الهضره ومع الابل تاعنا مع حبيبتي سمرة اللي مشكوره انها جازت معنا وقبلت انها تجوز معنا اكيد. دوكا نكملوا الخطوات. اذا قلت لكم كما قلت لكم انه نقلوا البطاطا، نقلوا الباذنجان، هذه الخضروات كامل راح نديهم ونقليهم كامل ونعاودوا نولوا. يلا فاصل ونرجع. اوكي، ورجعنا لكم مع الخطوة نقدر نقولوا قبل الأخيرة، واللي هي تحضير الأرز. يعني نعرفوا المقلوبة تجيب الرز. كما قلت لكم كنت سبقت ونقعت الأرز تاعي في الماء هكا مدة 20 دقيقة نص ساعة تقدروا. هنايا نجيب حاجة واحدة أخرى ولا تقدروا أي عفسة، مهم باش تصفوه. صفيت مليح من الماء. وراني قليت الخضرات تاعي كامل، مازال برك الدجاج هذاك تاعي يطيب، نزيد نقلي الدجاج ثاني ومن بعد تبقى لنا غير الخطوه الاخرى. اوكي، هنا بعد ما صفيت الرز تاعي كامل من الماء تاعو، نروح واش راح ندير، نجيب الطنجره تاعي كسرونه ولا اي حاجه تحبوا تضيفوا فيها الرز. هنا عندنا نديروا ايضا رند، انا راح ندير 2، هذا زوج صغار. اوكي، وراح ندير سر. يعني ماشي سر، هذه المشرق البلدان تاع المشرق كامل يطيبوا به الارز تاعهم كي يكون كاين رز اللي هو الهيل.
يجي باش يبان لكم يجي حبه هكايا. المهم راح ندير انايا ثلاث حبات، واكيد ما ننساوش الزيت. اوكي، وراح نحتاجو الى طماطم مصبره، يعني مو غرفه ونص، على حساب النوع تاع الطماطم اللي تكون عندكم. هذه كذا. وهنايا جا دور السكر وعلاش كل ما كي تستعملوا طماطم مصبره في الطياب تاعكم، يعني حاولوا انكم ديروا كميه من السكر، يعني ملعقه صغيره تاع قهوه، باش تنحي لكم هذيك لاسيديتي، هذيك الحموضه ولا تنحيها لكم، يعني ما تجيكمش حاجه حامضه. كما قلت لكم انا ندير هكاك ملعقه نتاع السكر، واكيد شويه ملح، ماشي بزاف. نخلطوا هذا المكونات هكا مليح، وراح نحط الرز نتاعي معاهم. اوكي، نخلطوا هكا مليح. بالنسبه للهيل، هما اللي ما يعرفوش حبات التحليل كيفاش يجي. اوكي، وراح انايا واش راح نزيد، اذا ما كنتوش متاكدين من الطماطم المصبره تاعكم، زيدوا ديروا فلفل احمر، يعني فلفل عكري حار ولا حلو كيما تحبوا. اللي يحبوا الحار يديروا حار، ما اللي يحبوا الحار تقدروا انكم ديروا الهريسه ايضا، تقدروا تزيدوا ديروا هريسه. انا راح نزيد شويه هكذا، نخلطوه مليح، نحطه فوق النار، اكيد. وبعدها واش رايحه ندير، نمرق بالمرق اللي طاب فيه الدجاج يعني، ونخليه يطبخ على نار هاديه. واكيد وانا غلق عليه، لازم تغلقوا عليه الكسرونه تاعكم هكذايا باش يجيكم الرز على حبه الله الله. ومن بعد نشوفوا النتيجه. هذا نزيدو، ندير شويه تاع فلفل اسود، شويه كركم، ماشي بزاف لانه المرق اللي راح نورق فيه راه فيه ديجا لي زيبيس، وشويه نتاع كاري. اوكي وبس خلاص. اوكي، ورجعت لكم وعاودنا رجعنا بعد ما خلينا كامل الخضره والرز تاعي راه تقريبا راح يطبخ، راح يوجد. الو راح نجيبوا الطنجره اللي رايحين نقلبوها، اي طنجره عندكم حبيتوا تستعملوها. انا عندي هذه زعما شويه شابه وكلش، اي حبيت نستعمل هذه تقدروا. من الاحسن انه كان عندكم طنجره تكون مدوره، احسن شيء. اوكي، اذا راح نبدا نرص الخضر تاعي والدجاج تاعي، واخر طبقه اللي راهي رايحه تكون هي الارز. ويلا نبداو نرصوا الخضر تاعنا. بسم الله. اوكي، اول شيء راح نديروا الطبقه الاولى بالبطاطا، شوفوا كيما قليتهم، ونوري لكم. شوفوا الخضر كامل راهي مقليه، حتى البصل انكم ديروه في المقلب تبلوه. الدجاج تاعكم بعد ما طاب ثاني تقلوه في شويه زبده ولا زيت. وهنايا ثاني الطماطم والفلفل. فوالا نبداو نديروا اول طبقه. بسم الله. هذا اللون. بعدين بعدها نديروا شويه تاع بصل، وبعدها نديروا ثاني شويه تاع باذنجان. حاولوا انه ديروهم هكا باش يجوا يبانوا كي نقلبوها.
اوكي. واكيد طماطم. ونحط الفلفل. حلو، ثاني قلت لكم راه مقلي وكلش. وبعدها راح نحط الدجاج تاعي. ونضيف لها البطاطا اللي بقات مع البصل اللي بقى. هكا دوك نستناو الروز تاعنا يوجد ونزيدو نديرو الطبقه تاع الروز. والمرحله الاخيره اللي نقدروا نقولوا عليها اللي هو الروز تاعي اللي هنا راه وجد. نبداو نحطوا الروز تاعنا. نحاولوا انه الروز هذا نرصوه مليح، يعني هكا حاولوا انكم تضغطوا هكايا باش يترسلكم، باش مام كي تقلبوها تجيكم سهله. زيت صغير. اهم حاجه هي انكم ديروا هكا ترصوه مليح. هكذا يعني تضغطوا مليح باش كي تقلب لكم يبقى الشكل هذاك بيان. بون دوكا واش نديرو؟ نغلق عليها هكا ونحطها فوق النار مده 5 دقائق ل 10 دقائق برك، ونحوها ونشوفوها في طبق التقديم. اوكي، والطبخه تاعنا ولا الفطور تاعنا راه واجد، والاذان ما بقالوش بزاف. انا وجدت الطاوله تاعي كيما راهي كيما راكم تشوفوها، بعرفوا الله غالب الصيام وكلش. اذا واش رايحين نديرو؟ رايحين نقلبوا وان شاء الله تنقلب معنا يا درا. اوكي بسم الله. هي من الاحسن اذا كانت عندكم سنيوه كبيره باش ما تخافوش، ولا انا هذا الحجم اللي لقيته. بون نديرها هكا بسم الله، ونجيب هذه وهذه الماء باسكو سخونه. ويلا 1 2 3. اوكي بسم الله. يلا تخطوا هكا شويه. انا يا طاحت لي ديريكت ما لصقتش، يعني اذا حسيتوها مازال ما هبطتش ونقولوا بسم الله. اوه صورها هكا لتحت شويه. واو 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 واو. قعدتنا حبه. شوفوا باللي دقيقه وري لهم كسرونا ما لصقتليش غير هذيك الحبه تاع البطاطا.
رمضان كريم وصحة فطوركم. نتمنى انه الوصفة تكون نالت اعجابكم وسهلة بسيطة يعني، وجربوها وبعثوا لي صوركم على الانستغرام هكا باش نشاركها في الستوريات. وفي حلقة قادمة ان شاء الله انا راح نفطر دوك راح يأذن. يلا باي باي.